بعد ما قلنا أننا سالينا من الهواية ودخلنا في عصر جديد، للأسف بعض المحسوبين على جماهير المغرب الفاسي كتسلل إلى داخل مرآب الملعب اللي كانت فيه حافلة الفريق، فريق اتحاد طنجة. كانت متوقفة تما. تم تكسير زجاج الحافلة كامل. اللاعبين حاليا عالقين بالملعب، ما غاديش يتمكنوا من العودة في الحافلة في انتظار أنهم يكريو حافلة أخرى. للأسف هادشي ما غاديش نحسبوه شغب جماهيري، ولكن هادشي عمل إجرامي. يعني السؤال المطروح هو كيفاش يعني يدخلوا لواحد المكان اللي مؤمن؟ يعني شيء غريب جدا. يعني كنتمنى هاد التصرفات ما تبقاش في بلادنا، لأنه كتوسخ الصورة. يعني ربحتي ولا خسرتي ولا زعما شنو غدير كاع؟ الناس كيخسروا في نهائيات كأس العالم، وكيخسروا في نهائيات ديال دوري الأبطال، وكيبقاو عاديين ومتواضعين. فتأدبوا شوية، لأن الأخلاق أهم شيء.